ضربة موجعة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الأراضي اليمنية كشف النقاب عنها الجنرال الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، والذي أكد في تصريحات إعلامية أن جماعة الحوثي تمكنت من إحباط هجوم لقوة من الكوماندوز الأمريكي والإسرائيلي داخل اليمن. ماكغريغور كشف تفاصيل العملية حين أشار إلى أن الهدف منها كان الضغط على الحوثيين لإعادة فتح باب المندب، لكن الفرقة المكونة من نحو 70 عنصرا من أفضل المرتزقة الأمريكيين والإسرائيليين لم يتمكنوا من النجاة، حيث باغتتهم قوات الحوثي وتمكنت في وقت قليل من قتلهم جميعا في غضون دقائق معدودة. قيل لي بشكل موثوق إن هناك حوالي 70 شخصا من قوات الكوماندوز الإسرائيلية والأمريكية حاولوا التسلل إلى الأراضي اليمنية للضغط على الحوثيين لإعادة فتح باب المندب، إلا أن اليمنيين نصبوا لهم كمينا وقتلوهم جميعا. استند الجنرال الأمريكي المتقاعد في روايته إلى تقارير تحدثت عن أن أقمارا صناعية تمكنت من كشف هؤلاء المرتزقة منذ اللحظة الأولى لدخولهم الأراضي اليمنية، مرجحا أن تكون روسيا وراء ذلك، والتي وبحسب ماكغريغور قامت على الفور بإبلاغ إيران التي حذرت الحوثيين في اليمن مما يدور على أراضيهم. وفي حال صدقت رواية ماكغريغور حول الأقمار الصناعية أم لم تصدق، لا ينفي ذلك حقيقة الفشل الذريع الذي تلقاه فريق النخبة الأمريكي الإسرائيلي على يد جماعة اعتقدت أمريكا أنها ستتمكن من القضاء عليها سريعاً.